ده يعني احنا شايفينه من الضرورة بمكان أن يكون بين السودان ومصر عمل مشترك. احنا في الولاية الشمالية قلنا هناخد 3 مليون فدان علشان يتزرعوا ما بين البلدين. 3 مليون فدان هتبقى كل قطعة 30 فدان لمواطن مصري، 30 فدان لمواطن سوداني جنبيه. يبقى لو أنا سوداني في النص، أمامي خلفي يميني يساري، أنا بتكلم إن أنا معايا مصريين. نفس الشيء بالنسبة، بحيث إن أنا يبقى عندي 50,000 أسرة سودانية و50,000 أسرة مصرية، وده يعني هيعمل مشاركة. ده هيبقى نظام الشراكة الذكية. احنا هنوفر له كل شيء ان هو يقدر ان هو يشتغل بيه. طاقان هنوفر، تقاوي هنوفر، تمويل هنوفر، راس مال عامل، كل شيء كده. احنا عايزين الناس دي تيجي تقعد. يعني انا عايز اقول انها مش هتزرع لان كله هيمشي آلي وكده، انها تبقى موجودة على ارضها، تتابع، تناول، تحرس، ان هي كده. ونستفيد طبعا من خبرات الفلاح المصري، وبنوجد شيء من الهمة. أما السوداني يرى المصري شغال ونصه شغال كده، أكيد غيرة حميدة إن أنا أعمل وأعمل وزي وما أناش أقل منك. وممكن إحنا بنتأمل إن الموضوع ده هيفيد كتير. إحنا قلنا الحكومة لها حق انتفاع. طبعا اللي هينتفع بهذه المشاريع أهالي المنطقة. وممكن المشروع ده يقرر في كذا ولاية، بس إحنا خدنا الشمالية وفقا للتقارب في المرحلة الأولى إنها ممكن تكون نموذج ناجح. بنقول هيبقى في 50% عائد من الربح للمزارع، الحكومه هتاخد 25%. في مرحله ما لمده 5 سنين المستثمرين اللي هم هيمولوا المشاريع دي بالكامل هياخدوا 25%. بعد ال5 سنين ال 25% هتعود للمزارعين. يعني هيبقى عندنا المزارعين بعد 5 سنين هياخدوا 75% والحكومه معاهم 25% لان هي اللي تملك الارض. طبعا هنعمل لهم مجمعات سكنيه اللي هيبتدي ان احنا نعمل مشروعات قيمه مضافه علشان السلع اللي هم بينتجوها، وهذا كله للصادر. مهارتي